7 صفات لو وجدتها عندك ضمنت دخول الجنة بإذن الله. وهل يمكن للإنسان أن يعلم مصيره قبل أن يموت؟ اليوم أخي الحبيب سأتأمل معك هذه الصفات ال7 وسوف تفاجأ بأن رحمة الله واسعة جدا، وأنها صفات سهلة جدا يمكن لأي إنسان أن يقوم بها منذ هذه اللحظة ويضمن بها دخول الجنة بإذن الله. حتى يتبين لهم أنه الحق. الإسلام لم يتركنا حائرين، هذه ميزة في الإسلام. تستطيع أنت أن ترسم مصيرك، أن تحدد مصيرك، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا الأمانة، حرية الاختيار، وبين لنا طريق الجنة. ويستطيع أي إنسان بنسبة 100% إذا طبق هذه الشروط أن يكون من أهل الجنة وبكل بساطة. فلذلك أخي الحبيب اليوم سنتأمل أهم الصفات التي تضمن بها دخول الجنة إن شاء الله، وسوف نأتي بنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. على رأس هذه الأعمال رقم 1 الصبر على البلاء، وهذا الشرط ذكره القرآن. قال سبحانه وتعالى عن الجنة: وما يلقاها إلا من الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن شرط لدخول الجنة الصبر. طيب هل الأنبياء صبروا؟ نعم. هل الأنبياء تعرضوا للابتلاء والأذى؟ نعم، تعرضوا لذلك. وأكثر مخلوق تعرض للبلاء هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني الصالحون. فإذا رقم 1 الصبر. والصبر يكون أحيانا على البلاء، وأحيانا يكون الصبر على قلة البلاء. يعني إنسان ابتلاه الله بالكثير من المال، وابتلاه بالقوة، مثل سيدنا سليمان عليه السلام، كان يملك، آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. هذا يحتاج إلى صبر ربما أكثر، لأنك أن تمتلك المال وتمتلك السلطة ثم تطبق ما أمرك الله به، هذه قضية صعبة. أيضا الصبر على كثرة المال، والصبر على قلة المال، والصبر على المرض والأذى، كل هذا يؤهلك أن تكون من أهل الجنة إن شاء الله. رقم 2 وهو ما ذكرنا به الحبيب عليه الصلاة والسلام. ذكر لنا أن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. يعني إذا أردت أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم عليك بحسن الخلق. ما هو حسن الخلق؟ لا تغضب، التواضع، الصبر، الأنات، الحلم، هذا هو حسن الخلق، العفو، التسامح. فإذا رقم 2 حسن الخلق. هل أنت فيك هذه الصفات؟ أنت من يحدد مصيرك. رقم 3 الإحسان، وهو موضوع مهم جدا، لأن الله تعالى هو الذي أخبرنا، قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبقدر ما تحسن للآخرين بقدر ما يحسن الله إليك يوم القيامة. وهذا المعنى أخبرنا عنه النبي عندما قال: خير الناس أنفعهم للناس. خير الناس، لم يقل أكثرهم صلاة أو ذكرا، لا، قال أنفعهم للناس. أن تحسن للآخرين، أن تعفو عن الآخرين. الصفة الرابعة وهي من أهم الصفات وعلى رأسها أنا بنظري التوبة، لأن الله يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انظر إلى نفسك، كلما ارتكبت ذنبا هل تتوب إلى الله فورا أم أنك لا تبالي؟ إذا أسأت لإنسان هل تشعر بذنب وتبادر أن تصطلح معه، أن تعتذر منه، أن ترجع إليه حقه؟ هل أنت تقدم الخير للآخرين؟ طبعا أنت من يحكم على نفسك. إذن الصفة الرابعة التوبة،
أن تتوب إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام تحققت فيه هذه الصفة، فكان يتوب إلى الله ويستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، يقول أستغفر الله وأتوب إليه. فإذا كلما ارتكبت معصية أو فاحشة أو ظلم أو أي شيء أو غفلت عن عبادة، مباشرة تتذكر فتستغفر الله سبحانه وتعالى. هذه الصفة، لأن الاستغفار له فوائد في الدنيا وفي الآخرة. وأهم فائدة أن الله لا يعذبك ما دمت تستغفر الله سبحانه وتعالى. الصفة الخامسة أخي الحبيب، وهي صفة يغفلها الكثيرون للأسف، الخشوع. هل أنت من الخاشعين؟ الله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. كيف تكون خاشعا في صلاتك؟ هل عيونك تدمع عندما تقرأ كلام الله؟ هل جلدك يقشعر عندما تسمع آية عذاب؟ هل قلبك يفرح عندما تسمع آية تتحدث عن لقاء الله أو عن الجنة؟ هذا هو الخشوع. فينبغي أن تكون من الخاشعين، لأن من ثمرات الخشوع استجابة الدعاء. قال تعالى عن الأنبياء الذين استجاب دعاءهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا ماذا؟ خاشعين. كانوا لنا خاشعين. أن تمارس الخشوع في كل حياتك، في تجارتك، تتقي الله. الصفة السادسة، وهي صفة جميلة جدا لا تحتاج إلى أي عمل، هي إحساس فقط. هل تعلم ما هي؟ أن تحب الله ورسوله. هل هناك إنسان لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب ما هو الدليل على أن حب النبي يدخلك الجنة؟ الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، فقال الأعرابي يعني بما معناه أنه ليس لديه قيام ولا صيام كثير إلا أنه يحب الله ورسوله، فبشره النبي قال: أنت مع من تحب. فيكفي أخي الحبيب أن تشعر في قلبك بمحبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه المحبة أيضا لها شروط. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي يعني، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا الحب من شروط دخول الجنة، والمرء يحشر مع من أحب. فإذا كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام فثق تماما، حب صادق، أنك ستكون معه يوم القيامة بإذن الله. الصفة السابعة أخي الحبيب، وهي صفة تحتاج إلى شيء من الجهد والإصرار والعمل، التقوى. إن المتقين في جنات ونهر. يستحيل أنك تكون من المتقين ثم لا تدخل الجنة أبدا. ما هو التقوى؟ أن تطبق ما أمرك الله به وتبتعد عما نهاك عنه. باختصار، التقوى أن تخاف من عذاب الله، أن تكره المعصية كما تكره أن تلقى في النار والعياذ بالله. التقوى ألا تأكل مال أحد. التقوى أن تكون متواضعا. التقوى أن تخاف من ذنبك، تخاف من ذنوبك، لأن هذه الذنوب هي التي يمكن أن تقف بينك وبين الجنة. لذلك أيها الأحبة، هذه الصفات أنا أحببت اليوم. طبعا القرآن مليء بالآيات، ولكن اخترت لكم هذه الصفات الجميلة المبشرة. فاختبر نفسك، إذا تحققت فيك هذه الصفات فثق تماما أنك ستكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع الحبيب يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.